بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله وإحنا في الحالة الروحانية الجميلة. مش عايز معلش يا ولادنا، احنا ناس اغنياء بالله. لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله. يعني الحمد لله احنا اغنياء بالله، ولكن مش عارفين نجيب حامل التليفون عدل ولا حامل الميكروفون عدل. والكلام ده من ساعة ما انتقل سيدنا الشيخ لحد النهارده ما عرفناش نحوش قرشين ولا حد يعني كده عشان نجيب ليهم حامل عدل يبقى قدامنا عشان نتكلم. فمعلش اعذرونا، احنا ناس فقراء الى الله. الحمد لله الحمد لله. ويا ريت الشيخ مجدول انا مستعد اخش معاكم جمعيه بس اقبضها لنا ونجيب الحامل ده، واخد بالك، نجيب حامل التليفون ده ولا الميكروفون، وربنا يتولانا ويتولانا ان شاء الله. واحنا ما زلنا في الحاله الروحانيه الجميله، والنهارده واحنا في ليله الدعاء، وبقول الروحانيه مش الروحانيه، لأن بعض من أحبابنا بيغلطوا ويقولوا الروحانية. لا، الروحانية دي حاجة تانية خالص. الروحانية خاصة بالروح، الروحانية خاصة بالروح، إنما الروح بقى روح وريحان وجنة نعتها، ده موضوع تاني. إحنا بنقول إن إحنا في جو روحاني جميل، ربنا سبحانه وتعالى يديمه علينا وعلينا. وهذه ليلة دعاء وليلة فرج وليلة رضا وليلة بسط من الله عز وجل. خلي بالك لما ربنا بيقول أنا من مسترزق فأرزقها، أنا من مسافر فأفرح، ألا ده بيبقى هنا هو في حالة بنسميها إحنا كلنا، يبقى الدنيا كلها في حالة بسط، ما هياش حالة قبض. يبقى هنا من أهل الجمال، وأهل الجمال أهل جمال، مش كده؟ إنما أهل الجلال دول اللي هم ليها ليالي، فيها ليالي تحس فيها بالجلال، جلال الله عز وجل، تحس فيها بالهيبة وتحس فيها بالرهبة. إنما الليلة بتاعت نصف شعبان بتحس فيها بالرحمة. فالنهاردة خلينا من أهل الرحمة، خلينا مع بعض من أهل الرحمة ونسمع. طبعا كم اللي أمن بينا الصلاة أستاذنا البركة الصوفي الجليل، أستاذنا الدكتور جمال فاروق، هو اللي صلى بينا العشاء ده من فضل الله. واللي صلى بينا المغرب كان أستاذنا الدكتور عطية عبد الموجود، من كلهم من كبار أئمة وعلماء الأزهر، كبار أئمة وعلماء الأزهر، أحباب الشيخ، ولاد الشيخ، تلاميذ الشيخ، اللي تربوا على إيد الشيخ، واللي ما ترباش على إيد الشيخ اتربى على مؤلفات سيدنا الشيخ وكتب سيدنا الشيخ رضي الله عنه وأرضاه. فإحنا النهارده يعني معانا خير وبركة ونور ممدود وممتد إن شاء الله. وبرضه بقول لبناتي والسيدات اللي ورا، يا ريت بلاش كلام علشان نستمتع مع سادتنا ومع إخواننا بالدعاء ونستمتع بالحديث. خليها ليلة استمتاع النهارده. إحنا في كنف الله، احنا في حضرة الله، احنا في رحمة الله عز وجل. خلينا في هذه الحال بإذن الله، وربنا يتولانا ويتولانا.
خلاص يا محمد صلى الله عليه وسلم. الله 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 أكبر. خلاص كفاية هتاف. وإن شاء الله شوف بس مين عم شيخنا كل اللي بيتخانقوا ورا من السيدات على كرسي ولا على حتة شريكة ولا على إيه مش عارف. طب ما تيجي نتخانق على حاجة أهم من الدنيا. ها؟ تعالوا نتخانق على حاجة أهم من الدنيا. تعالوا نتسابق لعمل الخير للآخرة. نتسابق لله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بقى. مش كده؟ خلينا مع الله، خلينا مع الله. نلتقي مع كلمة أستاذنا الدكتور محمد مهنا، فليتفضل مشكور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إن هذه ليلة مباركة تطلع فيها على عبادك، فاغفر لنا يا رب في هذه الليلة المباركة. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا توبة نصوح، اللهم تب علينا توبة نصوح، واجعلنا من المقبلين عليك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حقق فينا آمال مولانا الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم، فيا رب العشيرة صلح معها يا أرحم الراحمين، وخذ برجالها نحو التسامي يا أرحم الراحمين. اللهم تولانا بفضلك ورحمتك وكرمك وجودك وعفوك ورضاك يا رب العالمين. عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبيد الإحسان لا من عبيد الامتحان. اللهم اجعلنا من عبيد الإحسان لا من عبيد الامتحان. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا، وتصلح بها ديننا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها عملنا، وتبين بها وجهنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء. بفضلك ورحمتك يا كريم نسألك من كل خير سألكه سيدنا ومولانا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه يا أرحم الراحمين. يا من ستر القبيح، يا من لم يؤاخذ الجريرة، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهلك السريرة، يا حنان يا منان، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا من قل عند نعمته شكرنا، يا من قل عند بليته صبرنا، يا حنان يا منان، يا حسن التجاوز، يا كريم العفو، يا أرحم الراحمين. عاملنا بفضلك يا رب العالمين. إن لم نكن أهلا لرحمتك أننا له،
فرحمتك يا رب أهل لأنتنا لنا. اللهم أنلنا برحمتك يا كريم. وقفنا على بابك فاجعلنا من طلابك، وقفنا على بابك فاجعلنا من طلابك. إنما الصدقات للفقراء، وقد وقفنا على بابك فقراء يا رب. اللهم لا تردنا إلا وقد أعطيتنا، اللهم لا تردنا إلا وقد أعطيتنا. اللهم إنا نزلنا بنزلك وأنت الكريم، فلا تردنا خائبين أرحم الراحمين. اللهم لا تكسفنا يا رب، اللهم لا تكسفنا يا رب، اللهم لا تكسفنا يا رب، اللهم لا تكسفنا ونحن وقوف على بابك يا رب، اللهم لا تكسفنا ونحن وقوف على بابك يا رب. عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. إن لم نكن أهلا لرحمتك أن ننالها فرحمتك أهل لأن تنالنا. يا من إلى رحمته المفر، يا من إلى رحمته المفر، يا من إلى رحمته المفر، ومن إليه يلجأ المضطر. ويا قريب العفو يا مولاه، ويا مجيب كل من دعا. بك استغثنا يا مغيث الضعفاء، بك استغثنا يا مغيث الضعفاء. فحسبنا يا رب أنت واكفى، فحسبنا يا رب أنت واكفى. ارفع عنا البلاء والكرب والشحناء. يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد. يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد. فرج بحولك كربنا يا من له حسن العوائد، فرج بحولك كربنا يا من له حسن العوائد، فرج بحولك كربنا يا من له حسن العوائد. ببركة شيخنا ومشيخنا في الله أجمعين، الأحياء منهم والمنتقلين، وببركة أهل بيتك الكرام، وبركة صحابتك وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبركة نبيك الكريم، وبركة أنبيائك والصالحين، وبركة من تحب وما تحب يا أرحم الراحمين، بفضلك ورحمتك يا كريم، وببركة الفاتحة. اللهم تقبل يا رب العالمين. ومع دعاء برضه من فضيلة أستاذنا العالم الصوفي الجليل الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور جمال فاروق، يتفضل مشكورا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حمد الله والتشريف والتكريم والتعظيم، وأنزله المنزل والفضل والعمل يوم القيامة، يوم لا يشفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا من جعلت الصلاة على نبيك الأعظم من القربات، فإنا نتقرب إليك في هذه الليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان المكرم، بكل صلاة صليت على الحبيب الشفيع من أول النشأة إلى ما لا نهاية للكمالات. اللهم بنوره نور قلوبنا، وبسره ثبت أقدامنا، وببركته أحسن ختامنا. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا لديك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون.
ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أدخلنا في دائرة السعداء وأخرجنا من دائرة الأشقياء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا وأجر أهلنا ووالدينا وأحبابنا من النار بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم هب لنا ما يقربنا إلى رضاك. اللهم قربنا إلى رحمتك وأدخلنا في دائرة التقوى وفي دائرة المغفرة وفي دائرة أصفيائك وأحبابك وأوليائك يا رب العالمين. اللهم إنا نشهدك أننا نشهد لك بالوحدانية ولنبيك صلى الله عليه وسلم بالرسالة. اللهم إنا آمنا وصدقنا. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجمعنا في يوم القيامة بنبينا صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والأولياء والأحباب والصالحين والمقربين. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم تقبل يا رب العالمين. اللهم تقبل يا رب العالمين. اللهم تقبل يا رب العالمين. ومعانا من اساتذتنا برضه استاذنا الشيخ الصاوي عبد الله الصاوي برضه يدعو لنا كده دعاء ونؤمن وراه ان شاء الله. ما حدش عارف يمكن بركه واحد قاعد معانا ما احناش يعني واخدين بالنا منه. ربنا هيكرمنا كلنا عشان خاطر واحد قاعد معانا. مش هقول 10 قاعدين ولا 20 ولا 30. كان سيدنا الشيخ رضي الله عنه وارضاه يقول يا اولاد ما من 3 منكم يجتمعوا الا اكيد فيهم ولي رضي الله عنه وارضاه. احنا بنقول بس لو معانا واحد يا مولانا واحد بس كده يمكن ربنا ياخد بخاطرنا كلنا عشان خاطره. فربنا يتولانا ويتولاكم ويتقبل منا ومنكم ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك ومن الفقر إلا إليك ومن الخوف إلا منك. نعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء
السلب بعد العطاء. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وامنا في اوطاننا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا بس أستاذن مولانا، أستاذن حضراتكم، ليا بنت أختي مريضة مرض عظام، فبستاذن مولانا ان احنا كلنا نقرا الفاتحه ان ربنا يشفيها بس ببركه هذا الجمع الجميل. نقرا الفاتحه في هذه الليله المباركه ان ربنا يكرمه ويشفيها من مرضها. نقرا جميعا الفاتحه. امين يا رب العالمين. والفاتحه لاخويا الدكتور سامي شعراوي، الفاتحه له، ربنا ييسر له كل عسير يا رب العالمين ويفتح له ابواب الخير ببركه الفاتحه. وفي اخ من اخوانكم برضه طالب الفاتحه ان ربنا يكرمه ويأذن بفتح المطبعه المغلقه بتاعته، وربنا سبحانه وتعالى يكرمه في بنته وفي اهل بيته. ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ان شاء الله. الفتح. واخوه اسلام برضه طالب الفتحه، الفتحه له بالنيه. طيب ما احنا نقرا الفاتحه بقى. انا عارف في بناتي كل واحده منها عايزه تقول لي وانا يا بابا وانا، معلش نقرا الفاتحه لبناتنا كلهم، الفاتحه لبناتنا كلهم بالنيه، كل واحده بنيتها مع الله ان ربنا سبحانه وتعالى يحقق لها املها ويقضي لها حاجتها وييسر لها امرها. ولينا احنا كمان ولاخواننا الحاضرين الموجودين معانا والغائبين واخوكم في الله، ان شاء الله ربنا يقضي حاجاتنا وييسر لنا امرنا. والفتحه بالنيه لكل واحد بنيته ان شاء الله. الفتحه. امين يا رب العالمين. انا مش هعطلكم كتير، انا عارف الظروف بتاعت اليومين دول، انما في الدعاء بتاع سيدنا الشيخ اللهم ارحمنا اذا اتانا اليقين. والحقيقه الدعاء ده زعلني قوي 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 اني اقرا على الوسائل اللي هي بيسموها الفيسبوك والتويتر بتاع التاني ده الواتساب، ينسبوا هذا الدعاء لغير سيدنا الشيخ سيدي محمد زكي إبراهيم. واللي قال هذا الدعاء اصلا مولانا، وكما هو مكتوب معاكم في الكتيب اللي احنا وزعناه، انه بعد ما دعا سيدنا الشيخ سيدي محمد زكي إبراهيم بالدعاء الوارد عن سيدنا النبي وبالدعاء على المقصور من الصالحين وخلافه، بعديها دعا بهذا الدعاء المبارك اللي كان إلهام من الله سبحانه وتعالى. وكان اللي قاعدين اللي سجلوا على آلات تسجيل سجلوا، واللي كتبوا. وبعد كده هو بعديها على طول فوجئت بأن الشيخ السديس إمام الحرم بيدعو بدعاء سيدنا الشيخ اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين. وكان ساعتها في هذا الوقت ليا واحد من أحبابنا هناك، فاتصلت بيه فقال لي ده أنا في الحرم. قلت له روح بلغ السديس اللي بيدعو ان اللي قال هذا الدعاء الامام الرائد الشيخ محمد زكي إبراهيم،
علشان ما يكونش بس يعني بنمسك يعني المفروض الامور الناس كلها تبقى عارفاها، مش مجرد سمعوا ولا بتاع. وراح بلغ الراجل، فسمع منه ثناء على مولانا الامام الرائد بما لم يسمع من قبل على اي احد. قال له نحن نعرف انه من كلام مولانا الامام وكذا وكذا وكذا، وهو رمز. يعني الحقيقه قعد يتكلم على سيدنا الشيخ كلام طيب. وبعديها فوجئت وانا يعني انا قفلته بصراحه لاني زهقت وقرفت من البتاع اللي اسمه الفيسبوك والتاني الواتساب، ان ينسبوا كلام سيدنا الشيخ لغير سيدنا الشيخ. طب ليه ما اعرفش. الدعاء ده دعاء الهام رباني، الهام روحاني لسيدنا الشيخ، وهو بيدعي خاص به مولانا. فعلى الاقل من الادب او من اصول الادب ان لما ادعي الدعاء انسبه لاهله، زي ما بقول الدعاء ده بتاع فلان، الكلمه دي بتاعت فلان. ولكن للاسف يعني في كتير ياخدوا الكلام الجميل وينسبوه لنفسهم كأن هم اللي طالع منهم الكلام، ولما تعصرهم على بعض ما يطلعوش كلمه. نقول الدعاء مع بعض ان شاء الله. انا هقول الدعاء وانتوا تقولوا يا الله، ونقول ايه؟ يا الله. لان يا الله بندعو الله سبحانه وتعالى مع بعض. نقول يا الله، اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وكثر الأنين والحنين. اللهم ارحمنا إذا يئس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب وتخلى عنا القريب والغريب وارتفع النشيب والنحيب. اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات. اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات وتوالت الحسرات وأطبقت الروعات وفاضت العبرات وتكشفت العورات وتعطرت القوى والقدرات. اللهم ارحمنا إذا بلغت التراق وقيل من راق وتأكدت فجيعة الفراق للأهل والرفاق وقد حم القضاء فليس من واق. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق إلى ربك يومئذ المساق. إلى ربك يومئذ المساق وداعا أبديا للدور والأسواق والأقلام والأوراق
والأعناق. اللهم ارحمنا إذا ورينا التراب وعلقت من القبور الأبواب وغلقت من القبور الأبواب وغلقت من القبور الأبواب وانفض الأهل والأحباب وانفض الأهل والأحباب فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب. اللهم ارحمنا إذا فارقنا النعيم. اللهم ارحمنا إذا فارقنا النعيم وانقطع النسيم. وقيل ما غرك بربك الكريم. وقيل ما غرك بربك الكريم. اللهم ارحمنا إذا أقمنا للسؤال. يا الله. اللهم ارحمنا إذا أقمنا للسؤال. يا الله. وخاننا المقال. يا الله. ولم ينفع جار ولا مال ولا عيال. يا الله. وقد حال الحال. يا الله. فليس إلا فضل الكبير المتعال. يا الله. اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا ودرس رسمنا وأحاط بنا خصمنا ووسمنا. اللهم ارحمنا إذا أهملنا فلم يضرنا زائر. اللهم ارحمنا إذا أهملنا فلم يضرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر. ما لنا من قوة ولا ناصر فلا أمل إلا في القاهر القادر الغافر الساتر. يا من إذا وعد وفى. يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا. ارحم من هفى وجفى وغفى وشفع فينا الحبيب المصطفى وجعلنا ممن صفى ووفى وبالله اكتفى. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا الله من قلبك. يا
ارحمنا يا رب، اغفر لنا يا رب، ارحمنا يا رب، اغفر لنا يا رب، استرنا يا رب، اجبرنا يا رب، انصرنا يا رب، قومنا يا رب، خطبنا يا رب، اكرمنا يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم ببركة هذه الليلة وبأنوار هذه الليلة وبما وعدتنا فيه هذه الليلة يا رب اغفر لنا جميعا، اغفر لنا جميعا، ارحمنا جميعا، ارزقنا جميعا، اجعلنا من أهل رعايتك وكفايتك يا رب العالمين، اجعلنا من أهل حفظك يا رب العالمين، اجعلنا من أهل حبك وودك يا رب العالمين، اجعلنا من أهل رضاك. ارضى عنا يا رب، ارضى عنا يا رب، ارضى عنا يا رب، ارضى عنا يا كريم، ارضى عنا يا حليم، ارضى عنا يا رب العالمين. اللهم ارضى عنا وارض عن أخواتنا وإخواننا الحاضرين والغائبين. اللهم خص بالرضا والإحسان سيدي وإمامي وشيخي سيدي محمد زكي الدين إبراهيم رضي الله عنه وارضاه، وخص بالرضا والإحسان سيدي إبراهيم الخليل رضي الله عنه وارضاه، وخص بالرضا والإحسان سيدي محمود أبو عليان رضي الله عنه وارضاه. اللهم خص بالرضا وبالإحسان كل ولي لله في السالفين والخالفين، ما نعلم وما لا نعلم يا رب العالمين. اجعلنا على خطاهم ولا تحرمنا من مددهم أبدا يا رب. اللهم اجمعنا على خير ما تحب وترضى، اللهم اجمعنا على خير ما تحب وترضى، اللهم اجمعنا على خير ما تحب وترضى يا رب العالمين. احفظ طريقتنا واحفظ عشيرتنا واحفظ دعوتنا واحفظ أبناءنا وبناتنا واحفظ نساءنا ورجالنا الحاضرين والغائبين يا رب العالمين. وأكرمنا بفضلك، وأكرمنا بفضلك، وأكرمنا بفضلك، واستجب لنا، واستجب لنا، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم تقبل ببركة الفاتحة. يتبقى دعاء لأخوكم الأستاذ محمد جلال، متعود معانا دايما في هذه الليلة المباركة إنه هو يدعونا دعوات مباركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وينفعنا ويتقبل منا ومنه إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه واكشف عنا السوء. اللهم يا حنان يا منان يا عظيم السلطان يا ذا الجلال والاكرام يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، نسالك يا ربنا ان تفرج عنا ما نحن فيه. اللهم
فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا ما نحن فيه. اللهم اجمع كلمتنا على كلمة سواء، اللهم اجمع كلمتنا على كلمة سواء، اللهم اجمع كلمتنا على كلمة سواء. اللهم إنا نسألك خيري الدنيا والآخرة ونعوذ بك من شري الدنيا والآخرة. نسألك خيري الدنيا والآخرة ونعوذ بك من شري الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا واحفظ أعراضنا، اللهم استر عوراتنا واحفظ أعراضنا، اللهم استر عوراتنا واحفظ أعراضنا، واقض حاجاتنا واغفر زلاتنا، واقبل توباتنا واقبل توباتنا واقبل توباتنا، واغسل حوباتنا واقض حاجاتنا وأحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا. اللهم إنا نسألك الموتة الحسنة، نسألك الموتة الحسنة، نسألك الموتة الحسنة. اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل آخر كلماتنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم اجعل آخر كلماتنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم إنها وديعتنا عندك، اللهم إنها وديعتنا عندك، اللهم إنها وديعتنا عندك. اللهم ذكرنا بها عند اللقاء، اللهم ذكرنا بها عند اللقاء، اللهم ذكرنا بها عند اللقاء. اللهم إن نسيتها الألسن فذكرها القلوب، اللهم إن نسيتها الألسن فذكرها القلوب، اللهم إن نسيتها الألسن فذكرها القلوب، وإن نسيتها القلوب فهي وديعتنا عندك يا رب العالمين، وإن نسيتها القلوب فهي وديعتنا عندك يا أرحم الراحمين. إن نسيتها القلوب فهي وديعتنا عندك يا من لا تضيع ودائعه، يا من لا تضيع ودائعه، يا من لا تضيع ودائعه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أمان الخائفين، يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا ملاذ اللاجئين، يا ملاذ اللاجئين، يا ملاذ اللاجئين. يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا إلهنا يا غياثنا يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا يا ربنا يا ربنا يا منقذنا يا منقذنا يا منقذنا يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا جواد يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا غياثنا يا منقذنا يا منقذنا يا منقذنا. نسألك النجاة نسألك النجاة. اجبر كسرنا اجبر كسرنا، ارحم ضعفنا ارحم ذلنا ارحم مسكنتنا يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة لا ترتد
الله 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 الله. هنختم الجلسة بذكر الله. هنختم الجلسة إن شاء الله بذكر الله. بذكر الله هنقول يا الله 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 يا وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا يا رب. اللهم تقبل منا يا رب. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. زودكم الله التقوى وغفر لنا ولكم ويسر لكم الخير حيثما كنتم. انطلقوا على اسم الله فإنما تولوا فثم وجه الله وأنتم في وديعة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وكل عام وأنتم بخير. والليلة لم تنتهي، ممتدة إن شاء الله.